نهار عيد ميلادها غادي يحصلها راجلها وهي كتخونو، ما كانش غير بوحدو وكانوا كاع زملاء العمل حيت هما كيخدموا في شركه وحده، ولكن هي كتبان بشي نورمال وبحال وقع شي حاجه ليها ولا شربت شي دواء غتبغي تقصدو، غتوقف على واحد صاحبتها احسن صديقه عندها وغتقول لها بلا ما تدخلوا عنده دابا يصدق ضربك ولا شي حاجه، غتقول لي ولكن خاصني نشرح ليه، غتقول لها مالك ما تشرحي ليه دابا راه داكشي كان باين، ومن بعد غيبان هو جايب فاليزتو ويقول لها صافي ما بقيتش حامل نشوفك وغادي يمشي في حالاته، وهنا غتعنق صاحبتها واخا صاحبتها باينه ما ناوياش ليها الخير. الغد غتمشي للشركه وغنمشي على داك الشاب اللي كان معاها اللي حصلوه معاها، وغتقول ليه انت علاش ما دويتيش البارح، غيقول لها شنو بغيتيني نقول، غتقول ليه بلي انا وياك ما بيناتنا حتى شي حاجه، هاك التليفون وعيط ليهم وقول لهم هادشي، غيقول لها لا ما نقدرش دابا كلشي كيشوفك بلي انت هي اللي كنتي مستغلاني وانا قادره تجري عليا وديري اي حاجه شويه حتى غيبان المدير ومعاه حتى الصديقه ديالها، غيوقف عندها وغادي يقول لها شنو كديري هنا، غتقولي جايه نخدم، قال لها داكشي اللي شفت البارح ما بقيتش باغي نشوفك هنا ومع راجلك خدام هنا غادي يولي عندنا موفيز امبيونس وانا هادشي ما باغيش، راكي مطروده. ما كانتش متيقه اشنو واقع عليها، احسن بوست مشات منه، غتمشي للدوش مسكينه وغتبقى عاطيها البكا شويه حتى غيدخل عليها خونا الشاب، غتقول لي اجي لامك هنا علاش ما بغيتيش تقول لي الصراحه، قال لها ما نقدرش مبغيش نخرج على الخدمه ديالي، غتقجو وغتدخلوا للطواليت وغتسد عليه، وهنايا غتبقى تهدد فيه وتقول لي قول لي، قال لها الا قلت لك راه قلت لك غادي نجريو عليا، وقال بانها امراه، وهنا غتقول لي واش الصديقه ديالي، غادي يعترف لها وغيقول لها الصديقه ديالك باغا تاخذ البوست ديالك ودير المستحيل باش تدري عليك من هنايا، انا غتجيها واحد الفكره وغادا تقطع في حوايجها وكتضرب في الباب، غتقول لها ما درتيش داكشي اللي غادي نقول لك وتعاونني غادي ندير لك الشوهه، غادي يقول لها واخا غادي ندير لك اللي بغيتي شنو نديروا، وهنايا بداو كيفكروا في خطه شنو غادي يقدروا يديروا باش تثبت بانها ماشي من هذوك العيالات اللي كيخونوا الازواج ديالهم. وصلت العشيه وكلشي مشى، انا غادي يقصدها للبيرو ديالها وغادي يقول لها خاصك تعطيني شي حاجه ديال الفلوس ولا غادي نقول كلشي على الحقيقه، غتقولي من حقيقه الا بغيتي نقدر نجري عليك من غدا حتى انت صافي البوست راني خديته، غيقول لها ولكن حشوم على داكشي اللي درتي ليهم، وهنا غادا تعترف وغتقول لي انا ما كيهمني لا هو لا الزوجه ديالو ولا الصديقه المحبوبه ديالي، اللي كيهمني هو المستقبل ديالي، المهم يقدر يجرد لها لسانها شويه حتى غادي يشعل الضوء سيربرايز، كلشي كان واقف وكلشي كيتصنت وكيسمع، وردات ليها نفس الحاجه اللي دارت ليها. المدير غيشوف فيها وغادي يقول لها ما عنديش مع البنات اللي كيكونوا بحالك خبيثه، الصديقات ديالك وبغيتي تخونيها وتاخذي لها بلاصتها راكي مطروده، وهي غتبقى مسكينه غادا تابعه وكتطلب فيه، وشويه الزوج غادي يجي عند الزوجه ديالو وغادي يعتذر منها حتى هو. وملخص القصه يا اخوان، احيانا الناس اللي كنثيقوا فيهم هما اللي كيديروا لنا العصا في الرويضه، بغيت نقول هما اللي كيديروا لنا المشاكل بلا ما نحسوا، وفي هذه القصه كيعلمونا باللي لازم نكونوا واعيين وما تسمح لحتى شي واحد ياثر على القرارات ديالك، حيت الصداقه الحقيقيه ما كتكونش مبنيه على الخداع. الحمد لله الحقيقه بانت والزوج عرف الزوجه ديالو ما كتخونوش، ولكن ماشي كل مره كيكونوا عندنا نفس الفرص باش نبرئوا راسنا، ديما خاصنا نكونوا حذرين وما نعطيوش الثقه لاي شخص بلا سبب. كنتمنى تكون عجبتكم هذه القصه والقصص اللي كنشروا لكم على الصفحه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.